سلام سلام حبوباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم بكبوكة حارة تهبل بنا مش نورمال. بما انه رانا في عيد الاضحى بيان سور ومتوفرة في كل دار. مكونات وطريقة تحضير: هنا عندنا ذيك الكرشة والمصار نوك الحوايج هذوك ما كما بالكم. عندنا حمص، عندنا ثوم وبصل، عندنا طماطم تاع العلب بيان سور، وعندنا زيت. نحطوا الزيت في الكوكاط تاعنا ومن بعد نحطوا هذوك الحوايج كل يتقلوا على نار تكون قاوية مش ناقصة، باسكو يطلقوا الماء هكا ياسر. فوالا هنا مخصوصة شوية زيت شفتها وليت زدت لها شوي. المهم نخلوها حتى تتقلى شوي تبدل لونها وتذبال هيك شوي. من بعد نربي هذاك البصل والثوم. البصل عندنا راس هكا يكون متوسط، وسنة ثوم ياسر. انا نحب نكثر، تحبوا ما تكثروش عادي. فوالا نحطهم هكا نخلط، نزيد نخليهم يتقلوا. لحنا البنات نقص شويه في النار. كي يتقلى شويه ذاك البصل نبدا نزيد لي زيبيس تاعي ساهلين نخلعاهم، متوفرين في كل دار، اللي هما فلفل اكحل وملح وفاح اللي هو راس الحانوت كما تقولوا، وفلفل عكري حار، هنا وحاره البنات هذا. والحمص، الحمص ماهوش طايب البنات ومشى مخبركم محطوط في الكونجيلاتور. وهنا نخليهم يتقلاو مليح 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 حتى ينقص الحجم خلاص. وبينسير في المرحله هذه يعني حاطه طاوه تاع ما تسخن في الغاز بهنا مرقباها. فوالا هنا يتقلت لي، نزيد الماء ذاك اللي كنت سخنته. غطوها مليح البنات، تفوتوا حتى للنص نورمال. المهم تتغطى مليح كامل. ولهنا البنات نغلق لاكوكوت تاعي ونخليها حتى طيب. كي طيب نحل عليها ونحط هذيك المغرف تاع الطماطم. ولا البنات لهنا بعد ما حليت عليها شوفوا كيف نلقاها، ما زلت ما طابتش نهائيا بصح طايبه. نحط لهنا المغرفه هذيك تاع طماطم، مغرف كبيره وقرون تاع فلفل بينسير بعد ما نكون غسلناهم. ونعاود نقفل عليها لاكوكوت ونخليها هكا شويه برك. وهنا البنات انا نسيت ما قلت لكمش المعدنوس او نورمالمون في المقطع اللي قبل هذا. ونقفل عليها لاكوكوت ونخليها حتى تخثر. فوالا البنات شوفوا كيف ما لهنا بعد ما حليت عليها كيف هي لقيتها طايبه الزبده وبنينه عسل. والله يا البنات تجي كي تاع العراس. شوفوا كيفاه روعه. قدموها مع كسرة خميرة ولا كسرة كوشة ولا كيما تحبوا. انا هني قدمتها مع كسرة كوشة برك وجت بنينة مش نورمال. نتمنى يا ربي تجربوها وترجعوا لي آراءكم.